الشلالات هي من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للدهشة والإعجاب، فهي تمثل لوحة فنية بديعة ترسمها يد الطبيعة الخالقة. تتميز الشلالات بجمالها الفريد وسحرها الخلاب، وتعتبر واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية لمحبي الطبيعة والمغامرة في جميع أنحاء العالم. تتنوع الشلالات حول العالم في حجمها وارتفاعها وشكلها، حيث تجد الشلالات الصغيرة التي يبلغ ارتفاعها عدة أمتار، وتجد الشلالات العملاقة التي يبلغ ارتفاعها عدة مئات من الأمتار. الشلالات هي تدفق مياه الأنهار التي تتدفق من فوق حواجز صخرية أو من الجبال بشكل منحدر، وتتدفق بسرعة مذهلة إلى الأسفل، مما يخلق مناظر طبيعية ساحرة ومذهلة. تعتبر الشلالات ليست مجرد معالم سياحية، بل تحمل أهمية بيئية كبيرة، حيث تساهم في توفير المياه العذبة للحياة البرية والزراعة، كما تساهم في تنقية الهواء من الغبار وتوفير بيئة مواتية للكائنات الحية المائية. شلالات نياجرا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر واحدة من أكبر وأشهر الشلالات في العالم. شلالات إغوازو في الأرجنتين والبرازيل، وتتميز بجمالها الطبيعي الخلاب واختلاف الألوان. شلالات أنجل في فنزويلا، وهي من أعلى الشلالات في العالم وتعتبر واحدة من عجائب الطبيعة. شلالات فيكتوريا في زيمبابوي وزامبيا، حيث تشكل حدوداً طبيعية بين البلدين، وتعتبر واحدة من أكثر الشلالات جمالاً وروعة في العالم. في إحدى رحلاتي إلى الجبال، وجدت نفسي أمام شلال ساحر يتدفق بحركة منتظمة ومذهلة. كان صوت الماء وهو يتدفق يعزف سيمفونية من السكينة والهدوء. ابتعدت عن الشلال قليلاً لأسترخي في هذا المكان الساحر، وأغمضت عيني لأستمع إلى الصوت المهدئ للمياه. وفجأة بدأ الشلال يتحول إلى لوحة فنية متحركة، حيث تحولت قطرات الماء المتراقصة إلى ملايين الجواهر المتلألئة تحت أشعة الشمس. وعندما فتحت عيني، وجدت نفسي وسط هذا العرض الرائع من الألوان والضوء. أحسست بالتأثر العميق أمام هذا المشهد الخلاب، وأدركت أن الطبيعة تحمل في طياتها سر جمال لا ينضب، وأن الشلالات تعكس بشكلها وحركتها الراحة والجمال الذي لا يضاهى. تعمل الطبيعة على تحفيز الحواس الخمسة، حيث يمكن للإنسان أن يشم رائحة الزهور، ويسمع صوت المياه المتدفقة، ويرى جمال الطبيعة من حوله، مما يساعد على تنشيط العقل والجسم. عندما يكون الإنسان في الطبيعة، يتمكن من التركيز على اللحظة الحاضرة ونسيان هموم الماضي ومخاوف المستقبل، مما يعزز الوعي والانفتاح الذهني.